جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب اللي عمل ضجة في العالم كله امبارح بسبب الخطاب اللي هو قاله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الملك محمد السادس، بسم الله ما شاء الله على ملك المغرب اللي لما بيطلع يتكلم الكل بيسكت، الكل بيسمعه، الكل بيحترمه، اللي كلمته بتوصل للعالم كله، كلمته بتعمل ضجة في العالم كله. ملايين البشر امبارح سمعوا كلمة او خطاب الملك محمد السادس ما شاء الله، اللي اتكلم عن الصحراء المغربية واتكلم وقال ان احنا بنكسب القضايا العادلة عشان احنا ماشيين بالحق، وعلشان احنا بندافع عن اراضينا وبندافع عن صحرائنا. فبسم الله ما شاء الله. تعالوا مع بعض كده نتفرج على الخطاب الرسمي والخطاب التاريخي اللي قاله جلالة الملك محمد السادس امبارح. تعالوا مع بعض نسمع الكلام الجميل والمحترم والكلام اللي عمل ضجة في العالم كله، وبعد كده نكمل كلامنا. الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 11 للبرلمان. وجلالة الملك حفظه الله في موكب رسمي بهيج تحفه العناية الربانية، تتجه في حفظ الله ورعايته من القصر الملكي بالرباط إلى مقر البرلمان وسط حشود غفيرة من المواطنين والمواطنات الذين يباركون الخطوات الرائدة والسديدة لجلالة الملك حفظه الله من أجل تحقيق التنمية والازدهار الشامل، مجددين آيات الولاء والإخلاص والوفاء والتعلق بالعرش العلوي المجيد، والتأييد الدائم للمبادرات والخطوات الهامة التي انخرط فيها المغرب على مدى العقدين الماضيين بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والاستشرافية، والتي أحدثت تحولات جذرية وعميقة في مسار تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وبوأت المغرب مكانة مرموقة ومتقدمة بين سائر الأمم والشعوب. إنجازات عظمى وأوراش إصلاحية كبرى ربحنا بفضلها رهان التحديث والعصرنة وتحقيق العديد من المكتسبات تحية العلم على نغمات النشيد الوطني. وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية. المسار التنموي لبلادنا والحمد لله، وكما أكد ذلك جلالة الملك نصره الله، وصل إلى درجة من التقدم والنضج أصبحت معه بلادنا في حاجة إلى الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها كل المغاربة، بالشمال كما بالجنوب، بالشرق كما بالغرب، بالحاضرة كما بالبادية. فعنوان المرحلة الجدية والالتزام على هدي التوجيهات الملكية السامية لبلوغ مدارج الرقي والازدهار والتنزيل الأمثل للجيل الجديد من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى لتدعيم وتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الصحية والدوائية والغذائية
والسيادة الطاقية والمائية وجذب المزيد من الاستثمارات. مهما كانت جسامة التحديات بالتعبئة الشاملة والعمل الدؤوب والصمود لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي، تتعبد الطريق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قائد هذه الأمة وضامن وحدتها واستمراريتها. فالمغرب وبفضل الالتحام الوثيق بين العرش والشعب ظل وسيظل دائما منارة للحرية وقلعة حصينة في وجه الكيد والمؤامرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدني أن أخاطبكم اليوم في افتتاح هذه السنة التشريعية ومن خلالكم مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر من قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأني وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتأليف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد.
واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر من دولة كبرى عضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساس أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وهكذا فقد تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة والعضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند